يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني. يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى نعمل مع بعض الغدا النهاردة، بس قبل ما نعمل اي حاجة بقى نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، نشوف هنعمل مع بعض ايه. انا عندي مكرونة وعندي طماطم وفلفل اخضر وصلصة. ده غدانا النهاردة ان شاء الله بإذن الله. وعندي جايبة فرخة 2 كيلو، بسم الله ما شاء الله، وزنها حلو. هي طبعا انا لسه ما غسلتهاش ولا قطعتها ولا اي حاجه، انا قلت اوريها لكم كده قبل ما اعمل فيها حاجه. انا حطاها بس كده في ميه بس كده وخلاص، لكن انا لسه هقطعها، وبعد ما اقطعها هنقعها في دقيق وليمون وملح. اهي انا جايباها مفتوحه طبعا من عند بتاع الفراخ، بس انا طبعا هقطعها لسه يعني وكده. هنقعها بقى في الدقيق والملح والطماطم، وبعد كده اغسلها غسله نظيفه، ولما صلي على النبي بقى نحطها على النار. بعد ما اتغسلت وبقت زي الفل كده بالدقيق، طبعا بيخليها زي القشطه. هديها تشويحه الاول كده، مش هسلقها. بحب ان انا بالذات الفراخ كده اديها تشويحه الاول كده، تاخد طعم التشويح الاول، وبعد كده بقى ايه ازودها ميه مغليه. انا قطعتها بقى بالشكل دوت، حطيت طماطم بقى عليها وبصل. حطيت طماطم وبصل، واحط لها التوابل بقى بتاعتها، فلفل اسود بهارات مشكله. البهارات دي فيها كل حاجه يعني، بتبقى بهارات حلوه قوي، بتدي الاكل طعم حلو. حطيت الملح، حطيت اللهم صل على النبي نص معلقه سكر، زي ما قلت لكم ان هي بتدي الاكل طعم حلو قوي، وما بيبانش خالص ان انت حاطه سكر، بس بتلاقي الاكل طعمه حلو كده وليه طعم جميل، يعني بتخلي الاكل مختلف وكده. انا غطيت بقى على الفراخ وسبتها، وطيت عليها وسبتها تتشوح بقى مع نفسها كده لحد ما نعمل الصلصه بتاعت المكرونه. حطيت زيت وحطيت طماطم مفرومه، وخرط قرن فلفل. انا المكرونه ما بسلقهاش، يمكن قلت لكم برضو في فيديو قبل كده ان انا ما بحبش المكرونه مسلوقه، انا بحبها متشربه زي الرز. انا بسبكها وبروح حاطه لها القعد بتاعها زي الرز كده، انا ما بحبهاش مسلوقه خالص، بحس ان هي مش طعمها واخده من الصلصه وكده. حطيت الفلفل الاخضر، ومعايا كيس صلصه كده هفضيه راخل عشان يخليها حمرا وحلوه. هي الطماطم بتاعتنا حمرا يعني النهارده وحلوه، بس انا برضو هحط الصلصه. بحب دايما اطبخ بالصلصه وكده. انا ما حطيتش الصلصه في الاول على المكرونه، لاني ما بتتحط على الزيت كده على طول بحس ان لونها بيتحرق وكده، بالذات في الصلصه بتاعت المكرونه. حطيت الطماطم الاول وبعدين حطيت الصلصه عشان ما تتحرقش مني. حطيت معلقه بهارات صغيره ومعلقه فلفل اسود برضو صغيره خالص، والملح، واحط برضو شويه من السكر. يعني برضو نص معلقه سكر او اقل من نص معلقه سكر، معلقه بتاعت الشاي اللي هي المعلقه الصغيره خالص، مش اللي هي معلقه كبيره نص معلقه كبيره، لا انا بحط نص معلقه شاي. خلاص فراخنا بقى اتشوحت اهي، ازودها. وانا حاطه هنا اللهم صل على النبي تغذية هتتسبك، او الصلصه او الطماطم اي حاجه، حطها بقى بتتسبك. وانا كده انا غاليه ميه طبعا زي ما قلت لكم للفراخ، زودتها بقى بالشكل ده، وهسيبها بقى ايه تكمل السوا بتاعها ان شاء الله. عامله ازاي؟ هغطيها بقى تستوي براحتها، وبرضو الصلصه بتاعتنا بتتسبك على النار. اديتها بس تقليبه كده وهسيبها ان شاء الله. الشوربه بتاعتها صفرة اكنها فراخ بلدي يعني، ما شاء الله عليها حلوه قوي، عشان كمان وزنها كبير وكده، فعامله شوربه حلوه يعني، مخليه الشوربه صفرة وحلوه.
خلاص بقى انا حاطه الفراخ بتتعمل براحتها. احط كبشتين شوربه كده على المكرونه عشان تدي طعم حلو للمكرونه. يعني ما حطيتش غير كبشتين اتنين بس، وهزود الباقي ميه، برضو ميه مغليه. انا بشتغلش الا بالميه السخنه على طول، من الافضل يعني. ما بحبش احط الميه الساقعه خالص، بتبرد بقى معايا التخديعه ومش حلوه يعني. انا كده بدوقها بشوف طعمها دلع ولا حادق. خلاص بقى كده انا هسقط المكرونه بتاعتنا. حطيت شويه ملح كانت دلعه. هنحط بقى المكرونه. اهيت اي مكرونه بقى انت بتحبيها وكده، اظبطي القعد بتاعها وبتطلع معاكي جميله قوي، مفلفله وما شاء الله عليها، بتبقى جميله قوي. انا عملت كيلو مكرونه اهو. انا هحط بقى شويه ميه صغيرين خالص كمان، واول ما تغلي بروح موطيه عليها شويه ميه صغيرين خالص عشان ما تتعجنش برضو مني. هي بتبقى يعني القعد بتاعها اقل من الرز وكده. هغطي عليها بقى واسيبها تستوي براحتها خالص. ما شاء الله الشوربه عامله ازاي. فراخنا كده استوت اهي. هنحمرها بقى وخلاص. هوريكم بقى المكرونه كمان بعد ما اتشربت اهي. انا مولعه لها العين اللي هي الصغيره دي عشان احطها عليها. ما شاء الله شكلها عامل ازاي، وبطعمها بيبقى جميل قوي. خلاص انا حمرت الفراخ وحطيت الشوربه اهي، وعملت طبق سلطه صغير كده من جنب الفراخ وكده، عشان في ناس عندنا مش بتشرب شوربه الفراخ، فعملت سلطه. وحطيت شويه خضار كده على الفراخ بعد ما حمرتها. هنجيب بقى المكرونه بقى وهي مدخنه كده نغرفها قدامكم. ما حبيتش اغرفها يعني كده، حبيت ان انا احطها قدامكم وهي بتدخن كده. هنركن بقى الاطباق دي كده عشان نغرف المكرونه مع بعض. يعني في ناس عندنا هنا مش بتحب الشوربه بتاعت الفراخ خالص، وناس بتحبها، فانا عملت السلطه عشان كده. انا كمان ما بحبش شوربه الفراخ، شوربه لحمه، شوربه حاجه بلدي، لكن شوربه الفراخ انا مش بحبها، بس بطبخ بيها يعني. بصوا بقى المكرونه عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، جميله قوي. نفسك فعلا يعني تاكليها بجد، احلى من اللي هي المسلوقه بكتير. اذواق طبعا، يعني في ناس كتير ما بتعملهاش بالطريقه دي اذواق، بس انا عن نفسي ما بحبهاش الا كده. وفعلا النتيجه بتاعتها جميله، يعني لو جربتها بالطريقه دي والله هتعجبك، ومش هتعملي المسلوقه دي خالص. انا بسلقها بس ما بيكون هعمل مكرونه بشاميل، هيكون هعمل كشري بس، لكن ما بعملها بصلصه ما بسلقهاش. ده غدا النهارده حبايبي. يا رب يكون فيديوهاتنا بتعجبكم، ورب يكون خفيفه على قلبكم، ومع الف سلامه.